في الفترة الأخيرة ألعاب الريميك زادت في سوق الألعاب بشكل كبير، حتى الألعاب الحديثة اللي مش محتاجة أصلا بقى يتعمل لها ريميك. عشان كده أنا النهاردة جايب لك 5 ألعاب قديمة تستحق الريميك. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، يلا نبدأ. العيانين اللي في العياده ثانية واحدة وبعدين انت اللي بيختفوا. كاتبه السيناريو ثانية ده؟ واحدة ده فيلم زنقة ستات اللي أنا عملته. مش نجح. أيوه نعمله تاني. الله في ايه؟ من كام يوم وانا بشتغل على الفيديو ده قررت اني اخش على صفحة الفيسبوك واكتب بوست اطلب فيه من الناس انهم يقترحوا عليا العاب قديمة محتاجة ريميك في وجهة نظرهم. لما لقيت ردود كتير جدا وان في ناس اهتمت بالموضوع قررت ان انا اضحي، وبدل ما اعمل فيديو واحد اخليهم 2. اول فيديو هقولك فيه على القائمة الخاصة بيا للالعاب اللي انا نفسي تعمل لها ريميك، وتاني فيديو هقولك فيه على اقتراحات الناس على فيسبوك ويوتيوب. عشان كده انا عايزك دلوقتي تنزل في الكومنتات وتكتب لي اسم لعبة قديمة انت نفسك يتعمل لها ريميك، واجمع كل الكومنتات ونتناقش فيها مع بعض في الفيديو اللي جاي. ولو ما تعرفش يعني ايه ريميك، فباختصار الريميك هو انك تجيب لعبة قديمة وتعيد صناعتها من اول وجديد، بس بجرافيكس وتكنولوجيا الالعاب الحديثة. وزي ما قلت لك من شوية ان النوع ده من الالعاب زاد جدا في الفترة الأخيرة، لدرجة إن في ألعاب مش محتاجة أصلا لحاجة زي كده، ومع ذلك الشركات برضو بتعمل لها ريميك عشان تستغل شهرة ونجاح اللعبة الأصلية وتعمل منها فلوس أكتر. عشان كده النهاردة هتكلم بس عن الألعاب القديمة اللي فعلا تستحق الريميك. حاجة كمان، أنا مش هتكلم عن الألعاب اللي تم الإعلان عن وجود ريميك ليها قيد التطوير زي ماكس بين كده. أنا مخصص كلامي في الفيديو ده للألعاب المنسية اللي حتى ما طلعش إشاعة عن وجود ريميك ليها، فمعلش لو طولت عليك في المقدمة. ودلوقتي نخش في القائمة ونبدأ بأول لعبة. بعد نجاح لعبة Resident Evil، المطورين قرروا ان هم يعملوا مشروع جانبي من السلسلة، بس الفرق المرة دي ان بدل ما كانت اللعبة رعب صرف قرروا ان هم يزودوا عنصر الاكشن فيها شوية. بعد كده الموضوع فضل يوسع منهم لحد ما اكتشفوا انهم بكده بيعملوا لعبة جديدة اكشن مش رعب. وده يدي درس لمطورين الالعاب انك لازم تركز على عناصر لعبتك الاساسية وتوزن بينها وبين العناصر الجانبية، لانك لو معرفتش تعمل ده هتتفاجئ في النهاية انك عملت لعبة مختلفة تماما عن اللي كانت في دماغك. ما علينا، نرجع لموضوعنا. لما المطورين لاحظوا اللي حصل ده قرروا ان هم يعملوا لعبة منفصلة بعنوان جديد تماما، ومن هنا اتولدت سلسلة ديفل ماي كراي. يعني بالمختصر المفيد كده، ديفل ماي كراي هي حرفيا النسخة الاكشن من ريزيدنت ايفل، ودي كانت بداية السلسلة اللي استمرت ل5 أجزاء رئيسية. بالنسبة للجزء الرابع هو يبان قديم شوية بس عادي شغال. بالنسبة للجزء الخامس هو تحفة فنية، لو مجربتهاش انصحك تجربها في اسرع وقت. المشكلة هنا في اول 3 اجزاء ما يتلعبوش، وغير كده اصلا الالعاب دي كانت صعبة. مش صعبة علشان الكاميرا الخربانة او التحكم، لا، الالعاب دي كانت فعلا صعبة في المراحل والبوسز. يعني تخيل انك بتلعب دارك سول بس الكاميرا بايظة وفيها مسدسات. شركة كابكوم عاملة شغل الله ينور في سلسلة ريزيدنت ايفل، تقريبا عملوا ريميك لكل الاجزاء القديمة لحد دلوقتي، ومع ذلك مفيش اي اخبار عن ريميك لديفل ماي كراي، حتى مفيش اخبار عن جزء جديد من السلسله، ولا حتى في اشاعات زي اللي بتطلع على سلسله هاف لايف كل سنه دي. تقريبا نسيوا ان السلسله دي ملكهم باين. اي نعم، كان في محاوله ريبوت فاشله في 2013 كانت بعنوان دي ام سي. مش عايز اقول عليها فاشله لان اللعبه عجبتني بصراحه، بس بما انها ما عجبتش فانز السلسله كانت محاوله فاشله. ممكن تكون كابكوم شغاله على مشروع في السر ومحدش يعرفه، بس زي ما بيقولوا مفيش نار من غير دخان. دلوقتي بقى من المستحيل ان شركة كبيرة تشتغل على اي مشروع من غير ما يطلع له تسريبات، فللأسف ما اعتقدش ان في اي مشاريع للسلسلة هيتعلن عنها قريب. من فترة تم الإعلان بشكل رسمي عن وجود ريميك للجزء الثالث من ميتال جير سوليد. ده خلى بعض الناس تستغرب، يعني ليه الجزء الثالث؟ ليه مش الأول أو الثاني؟ والسبب هو إن الجزء الثالث هو اللي بيبدأ القصة، فمن المنطقي إنه يتعمل له ريميك قبل الجزئين اللي سبقوه. يعني نقدر نقول بشكل شبه مؤكد إن بمجرد نزول ريميك الجزء الثالث هيبدأ العمل على ريميك للأجزاء الأخرى. بس أنا مش جاي أكلمك عن ميتال جير سوليد، أنا جاي أكلمك عن ميتال جير أول جزئين في اللعبة اللي نزلوا في اواخر الثمانينات وبداوا كل حاجه. ورغم ان اللعبتين دول عدى عليهم اكتر من 30 سنه، الا ان لحد دلوقتي قابلين للعبه من حيث التحكم. التحكم بسيط مقارنه بالعاب اليومين دول، ده اكيد يعني، بس مش هيبوظ عليك تجربه اللعبه. ده غير ان اللعبه
اللعبة لسه فيها افكار فنية ممكن ما تلاقيهاش في العاب اليومين دول اصلا. فتخيل لو كل ده اتضاف له التكنولوجيا والميكانيكس بتاعت النهارده، اكيد ممكن يطلع منها لعبة كويسة جدا. فاتمنى ان كونامي تكون حاطة الجزئين دول في الخطط المستقبلية لسلسلة ميتال جير. السلسلة الشهيرة كوماند اند كونكر اللي معظمنا يعرفها باسم جنرال او حرب الاعداء. بعض الناس ممكن تتفاجئ ان اللعبتين دول من نفس السلسلة المملوكة لشركة EA، واللي نزل اخر اصدار منها في سنة 2010 وفشل فشل ذريع. وانا الحقيقة اضفت اللعبة دي للقائمة، بس انا مش عايز ريميك، ان الالعاب القديمه اصلا شغاله بالفعل زي الفل ولسه في ناس بتلعبها لحد دلوقتي. في الحقيقه انا نفسي اشوف اي حاجه من السلسله دي، اي حاجه يا جدعان، اصدار جديد بقى، ريميك، ان شاء الله حتى ريماستر. يا عم تخش تعمل حاجه، اضرب الواد ده ولا اعمل حاجه، عيب كده. ماليش دعوه احسن يضربوني. مش عايز احس ان انا الوحيد اللي مهتم بحاجه زي كده، لان ده مش صح. المجتمع بتاع اللعبتين دول لسه موجود لحد دلوقتي، في ناس بتلعبهم من 20 سنه زي حالات. بس وجود اصدار جديد سواء لعبه جديده او ريميك هينعش المجتمع اكتر وهيخلي ناس كتير جديده تهتم باللعبه. بس للاسف ده مش هيحصل، وده بسبب ان سوق الالعاب الاستراتيجيه بيموت، وده لعده اسباب. اولهم لان النوع ده من الالعاب بيستهدف عدد محدود من اللاعبين، محدش مهتم يلعب الالعاب دي غير الناس اللي هم بيلعبوها بالفعل. اي نعم ممكن لو لعبة جديدة نزلت تجذب لاعبين جدد، بس ده هيكون بنسبة قليلة جدا، وبالتالي النوع ده من الالعاب للاسف مش مربح زي الباقي. واحنا هنا مش بنتكلم عن لعبة عادية، احنا هنا بنتكلم عن لعبة مملوكة لشركة EA. يعني الفلوس رقم واحد، اهم من اللعبة واهم من الجودة واهم منك انت شخصيا. حتى النوع ده من الالعاب لو هتحاول تكسب منه فلوس مش هتعرف. يعني يقول لي هتعمل ايه؟ يعني هتبيع سكنات بابا نويل للGLA مثلا؟ فللاسف كل دي عوامل تخليني اقول لك وبكل ثقة ان الموضوع في الوقت الحالي اصبح شبه مستحيل. زيها زي ديفل ماي كراي، سلسلة اساسنز كريد بدأت كمشروع لعبة جانبية لسلسلة أمير بلاد فارس. أقول اسمها بالعربي عشان مش عارف أنطقها بالإنجليزي. بس المشروع الجانبي ده كان زايد فيه الاهتمام بعنصر التخفي أكتر من الباركور. قصة اللعبة في الأصل كانت بتدور حوالين إن جماعة الأساسنز بتحاول إنها تنقذ الأمير من خطر بيتعرض له. بعدها المطورين قرروا إنهم يحولوا المشروع ده للعبة كاملة مستقلة. من هنا نزل الجزء الأول من سلسلة Assassin's Creed، وبعد حوالي 18 سنة من نزول الجزء الأول اللعبة لسه محافظة على شكلها الجميل وتنوع البيئات وكمان القصة القوية. المشكلة هنا في حاجة واحدة ألا وهي الجيم بلاي. التحكم في اللعبة دي حاجة استغفر الله العظيم، وده مش بس لأنها لعبة قديمة، في ألعاب كتير نزلت في نفس وقتها وكان التحكم فيها سلس وممتع. يعني اللعبة دي التحكم بتاعها وحش حتى بالنسبة لوقتها، فاللعبة محتاجة ريميك بسبب التحكم. بس كل حاجة تانية في اللعبة كويس. بس للأسف في وسط الأزمة اللي بتمر بيها يوبي سوفت ما أعتقدش إن حاجة زي كده ممكن نشوفها قريب. إيكو، اللعبة اللي نزلت سنة 2001 على بلاي ستيشن 2 واللي لنا ولا انت ولا اي حد لعبها، واي حد في مصر يقول لك انا لعبت اللعبة دي وانا صغير او حتى سمع عنها يبقى راجل كذاب. انا عرفت اللعبة دي من فيديوهات اليوتيوب الكتير جدا اللي اتعملت عليها، وعلى حسب اللي قريته عن اللعبة دي انها اثرت على مخرجين كتير زي هيديو كوجيما وميازاكي، بل ان اللعبة دي هي كمان اللي الهمت ميازاكي انه يبدأ تطوير اول جزء من سلسلة الالعاب الشهيرة دارك سول. حسبي الله ونعم الوكيل. فمن الواضح ان ليها تأثير كبير ودور في تكوين عالم الالعاب اللي نعرفه دلوقتي. ورغم عن ده بصراحة اللعبة فعلا ما تتلعبش. انا مش بقول انها لعبة وحشة، بس اللعبة من شكلها كده واضح ان عفى عليها الزمن. هيطلع لي واحد دلوقتي يقول لي انت ما بتفهمش في الفن، انت مش عارف ايه، انت طب نتكلم بالعقل شوية. طيب بأمانة ربنا ده مش منظر لعبة تتلعب في 2025. انا دخت من الكاميرا وانا بتفرج عليها يوتيوب، بس ما بالك بقى لو انا اللي بلعب. انا نفسي فعلا يتعمل لها ريميك عشان اقدر افهم اهمية اللعبة دي والفن اللي بتقدمه. مطور اللعبة دي هو نفس مطور لعبة شادو اوف ذا كولوسيس، ظل العمالقة، واللي اتعمل لها ريميك في سنة 2018. سواء اللعبة الأصلية أو الريميك فالاتنين تحف فنية، فموضوع الريميك ده يعني مش جديد على المطور. آخر أخبار سمعتها عن المطورين إنهم شغالين على لعبة جديدة اسمها بروجكت روبوت، تم الإعلان عنها في حفلة الجيم أووردز اللي فات. فبجد يعني أتمنى أشوف
نشوف ريميك للعبة ايكو ويكون بنفس مستوى ريميك ظل العمالقة. ساعتها نقدر بجد نحكم هل اللعبة دي تستحق المكان اللي هي فيها ولا لا، ونفهم بجد تأثير لعبة ايكو على عالم الألعاب. وبس كده، دول اكتر 5 العاب نفسي اشوف لهم ريميك. ما تنساش تقولي في الكومنتات ايه اكتر لعبة نفسك تشوف لها ريميك. في الفيديو اللي جاي هجمع كل التعليقات من هنا ومن بوست الفيسبوك واعرضها في فيديو نناقشها سوا. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، تشترك في القناة. شكرا.